مغربي اصيل بالقوة. كل اللي قال بغرير ماشي مغربي، حتى حد ما يقدر يقولها. عرفتوا علاش؟ حيت الدليل كاين هنا كتاب الطبيخ في المغرب والاندلس. عرفتوا اش كانت سميت بغرير في القرن 11؟ في الكتاب الوصفه الاسم ديالها صفه المشهده وهي المثقبه. كيقول الكاتب: المشهده أطيب أنواع الرفائس وأخف هضما وأجود استمراء. والاستمراء في لسان العرب استمرأ الطعام، وجده مقبولا مستساغا واستطابه. قبل ما نصوبوا الوصفه الاصليه ديال بغرير اللي في عمرها 9 القرون، بغيت نوصيكم واخا ما نحتاج. تراثنا كيف ما كان نوعو خصنا نحافظوا عليه وندافعوا عليه، وإلا بغينا ندافعوا عليه خصنا نهتموا بالتاريخ ديالنا. وفي المطبخ المغربي خصنا نطلعوا على اصل وصفاتنا، ما نوقفوش غير عند اسم الوصفه، نحاولوا نعرفوا حتى المكونات ديالها. اجيو منين جات كلمه بغرير؟ نصوبوه بعدا بطريقه الموحدين. عاد نقول لكم: من السميد الطيب ويعجن بالخمير. ويسقى بالماء قليلا قليلا حتى ينحل ويصير مثل حسو خاتر. تيقول: بحيث يلقى في المقلاة فينبسط عليها. وتيقول: ويغطى ويترك قليلا وتراه قد علته فقاعات، يعني خمر. وحينما يختمر توضع مقلاة حنم على نار قوية، مقلاة الطرب كتدار فوق عافية مجهدة، أو مقلاة حديد على نار معتدلة. فإذا حمت مسح عليها بخرقة مغموسة في سمن أو زيت، وأخذ من ذلك العجين وصب في وسطها على قدر المراد، على حسب اللي تشهيته، بغريرات صغار أو كبار. وتيقول: ويتقب، ولا تزال تدهن المقلاة وتصب العجين حتى يتم. يعني بقاو تدهنوا المقلاة قبل كل بغريرة. إيوا دابا علاش سميناه بغرير؟ تيقول الكاتب: ثم يذاب زبد طري وعسل مصفى ويصب عليها في جفنه. إلا لاحظتوا واخا نخويو كمية كبيرة ديال العسل والزبدة دغيا تيشربهم بغرير، وتيخصنا نزيدوه شوية إلا بغينا يجي راوي. يعني بغرير تيبقى عطشان واخا نرويوه. وهذه في العربية الفصحى هي فعل بغرة، وكتعني عطش فلم يرويه ماء.